السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. قبل ما ابدأ الفيديو اتمنى منكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم من كل فيديو جديد بنزله، وما تنسوش اللايك وتعليق عشان اعرف ايه رأيكم في الفيديو. انا بجد محتاجة دعمكم جدا. النهاردة هعمل معاكم ان شاء الله رز بلبن بطريقة جميلة وكويسة جدا، يا رب تعجبكم. اول حاجه هنبدا ونقول بسم الله. اول حاجه كنت بعملها دلوقتي كنت بغسل الرز غسيل كويس قوي لحد ما الميه بتاعته تبيض معايا على الاخر. اول حاجه عملتها جبت 4 كوبايات كبار من الرز وهغسلهم تحت الميه كويس قوي. تبداي تغسلي الرز كده زي ما احنا شايفين بالطريقه دي، تملي فيه ميه وتكبيها لحد ما الميه بتاعته تبقى بيضه خالص. انا بحب اسوي الرز قبل ما اعمله باللبن سوا كامل. في ناس بتنقع الرز حوالي 10 دقايق في الميه قبل ما تعمله باللبن علشان يبدأ يطرى وما ياخدش معاكي لبن كتير، لكن انا بسويه سوا كامل. لقيت الطريقة دي احسن بكتير. الرز في الوقت ده بيسحب كل المية اللي هو عاوزها، ووقت لما باجي اعمله باللبن مش بياخد لبن معايا كتير ويبقى سايح كده وطري ومش بينشف مني. في الوقت ده كنت خلصت غسيل الرز اهو زي ما احنا شايفين، وهبدأ احطه في الحلة من غير زيت طبعا ولا اي حاجة. بتحط الرز في الحلة كده لوحده بس، وابدأ احط عليه العيار بتاعه. احط مية عليه كتير اكتر من ما هو محتاج يعني، علشان يطلع سايح معايا ويبقى طري خالص وما ينشفش مني وانا بعمله باللبن. وبحط عليه رشة صغيرة جدا من الملح، وهعلي عليه النار لحد ما العيار بتاعه ينشف، وهسيبه يستوي نص تسوية، مش هسويه على الاخر. وفي الوقت ده كان العيار بتاعه نشف معايا اهو، وهبدأ اغطي عليه واوطي عليه النار. الرز واللبن ده يا جماعة بيبقى طعمه لذيذ جدا ومغذي قوي، والاطفال كمان بيحبوه قوي. ودلوقتي كان موجود معايا في الحلة دي كيلو من اللبن، هحط عليه نص كمية الرز اللي معايا، لان انا هعمل رز بلبن بطريقتين. لو انت هتعملي الرز بلبن بطريقة واحدة هيحتاج منك كوبايتين بس من الرز. اول حاجة عملتها حطيت كل اللبن على النار وسبته لحد ما يسخن شوية، وبعدين بدأت اضيف عليه نص كمية الرز اللي معايا بعد ما كان اخد نص سوا كده. ودلوقتي كنت بحط على الرز سكر، تحط عليه معلقتين كبار من السكر، وبعدها تبدأي تدوقي طعمه على حسب رغبتك، يعني إذا كنت بتحب السكر بتاعه يكون ظاهر أو لأ. ودلوقتي جبت معلقة كبيرة من القشطة وضفتها عليه، حطيت معلقة ونص من القشطة وقلبتها فيه كويس اهي. القشطة بتعمل الرز بلبن طعم حلو جدا وتخليه دسم قوي وجميل. ودي الحلة التانية معايا اهي اللي كان فيها نص كمية الرز الباقية، هحط عليها برضو كيلو من اللبن. ودلوقتي برضو جبت معلقة كبيرة من السمنة وبدأت أضيفها على الرز بلبن اللي هو بالسكر. شايفين بتعمل للرز وش كده وبيبقى شكله حلو قوي. والرز بيتحط على نار وسط، يا إما على الشعلة الصغيرة اللي عندك. ما ينفعش النار تبقى عالية عليه علشان ما يلزقش منك في الحلة ويتحرق. وبعد ما ضفت على الرز بتاع القشطة والسمنة، سيب المكونات دي كلها تغلي مع بعض شوية. وبرضه حلة الرز التانية اللي معايا هبدأ أحط عليها السمنة والقشطة. دي بقى كنت عاملاها بالملح، ما كنتش حاطة عليها سكر، بتحط عليها رشة ملح كده صغيرة خالص، وبرضه بيبقى طعمها جميل. وزي ما احنا شايفين كده يا حبايبي الرز باللبن اللي ضفت عليه السكر كان خلص وعمل وش كده فوق الوش، وكان شكله جميل جدا وما اخدش معايا كمية لبن كتير خالص علشان كنت مسويه في الاول سوية كامل. شايفين شكله بسم الله ما شاء الله، كان حلو قوي وطعمه بجد كان لذيذ. ودلوقتي جبت معلقة سمنة كبيرة وضفتها على الرز اللي بالملح، وهسيبه برضه يغلي معاها شوية على نار واطية. ودي يا حبايبي كانت طريقة عمل الرز واللبن بتاعتي، يا رب تعجبكم. ولو حد برضه بيعمل الرز باللبن بطريقة مختلفة عرفوني في تعليقاتكم، احنا كلنا بنشجع بعض وبنفيد بعض. شايفين شكله بعد ما خلص بقى حلو قوي، والسمنة والقشطة عاملين له وش جميل قوي. ودلوقتي كنت جبت اطباق للرز بلبن وهبدأ اقدمه فيها. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.